ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل مع بعضينا الفطير بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطعم ملوش حل. خليكم معايا واحدة واحدة عشان تعملوا النهاردة ألذ وأطعم فطير هتاكلوه. هنسمي الله وهنبتدي. عندي نص كيلو دقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقة كبيرة من السكر. تمام كده، هو بقلبهم كويس جدا وبنزل زي ما انتم متعودين بالمية تدريجيا. لازم عجينة الفطير معايا تبقى ملمسها ناعم، وتبقى مخدومة كويس جدا في العجن. بعجنها كويس جدا، عشان لو عجنتها كويس جدا العجينة بتاعتي مع الفرد مش هتتقطع خالص. لكن لو استعجلتي في عجنها كده هوك ولميتي الدقيق بشوية المية وخلاص كده هوك، اعرف ان العجين بتاعك هيطلع بيتقطع معاكي وقت الفرد. اهم حاجة هنا هو في العجين العجن. تمام كده، هو دي اول خطوة. بعد ما بعجنها كويس جدا ويطلع ملمسها ناعم زي ما انتوا شايفين كده هو، بصوا بسم الله ما شاء الله، ملمسها بقى ناعم جدا. والعجينة بتاعتي بقت طرية، مش اللي هي طرية قوي ولا اللي هي يابسة قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا عاوزاكم توصلوا بقى لمرحلة العجن دي. حتى لو هتعجني شوية وتيجي تكملي عجن، تمام، عندك عجان مفيش اي مشكلة. مش ان انت هتسيبي العجينه وترجعي تعمليها ان هي تخمر، لا، عجينه الفطير ما فيهاش خميره يا جماعه. عجينه الفطير عباره عن شويه ملح وشويه سكر وشويه ميه، مش اكتر من كده، ايا كان الكميه اللي انت هتعمليها. بعد كده بقى بسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كده هوت، وببدا ان انا اقطعها. طب بتقطعي ايه؟ بقطعها كور صغننه جدا. النص كيلو دوت انا قطعته 16 كوره. بجيب صينيه واحط فيها معلقتين سمنه، واروح ايه، ابدا اقرص كده هو قطع صغننه جدا واروح حاطه عليها. نوع السمنه اللي انا مستخدماها هنا هو ايه، انا مش مستخدمه سمنه، انا مستخدمه زبده. نوع زبده، زبده فيرن، كانت مخليه الفطير في حته ثانيه خالص، مخليه تحفه. انا ما سيحتهاش ولا حاجه، انا اللي مش اللي سيحتها لغايه ما اتقدحت، لا، انا سيحتها كده زي ما انتوا شايفين كده هو، ان يا دوب النار شمتها وساحت وخلاص على كده هو، وبدات ان انا استخدمها. تمام كده، هو كده انا قطعتهم 16 كوره. بعد كده باجي على وشهم كده هو واحط حوالي ايه، كام معلقه ايه، زبده زي ما انتوا شايفين كده هو، عشان العجين وشه ما ينشفش مني. اهم حاجه وش العجين ما ينشفش مني، يبقى ايه، طري كده هو. بسيب العجينه بتاعتي ترتاح حوالي 10 دقايق. بعد ما العجينه احس ان هي ارتاحت شويه، بروح واخده واحده واحده واعملها زي القرصه الكبيره شويه. تمام، يعني مش ان انا بفردها فرد كامل، لا، بفردها ايه، زي ما انتوا شايفين كده، واروح حطها على جنب. ال16 دول انا هعمل بيهم فطيرتين متوسطين، كل 8 هعملهم فطيرة. هعمل كل واحدة بطاطها زي ما انتوا شايفين كده هو، زي القرصة كده هو الكبيرة شوية، واروح حاطة بين راق وراق سمنة، واحطهم على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كده انا عملت اول فطيرة وحطيتها على جنب. لازم ان انت تسيبيها ترتاح عشان تعرفي تفرديها كويس جدا. يعني اهم حاجة ان انت تعرفي تفرديها. عشان تعرفي تفرديها لازم تسيبي العجين بتاعك يرتاح كويس جدا. اول 8 قرص عملتهم هما فطيرة، هعمل بقى دلوقتي الفطيرة التانية. تمام كده هوك، صدقوني الطريقة دي تحفة، يعني طلعت الفطير ملوش حل. اعملوها وصدقوني مش هتندموا خالص. دي كده تاني فطيرة هوك اهو، بعمل واحط ايه على الصينية في السمنة. تاني فطيرة برضو 8 آه 8 ايه قرص صغيرين كده هو. طبعا في الفترة اللي انا بعمل فيها بفرد فيها الفطير، بيكون الفطيرة الاولانية بترتاح. تمام، يعني بعد ما اخلص ديك اروح بادئة في الفطيرة الاولانية بقى ان انا ايه ابدأ افردها. ده كده بسم الله ما شاء الله الفطيرتين كده انا خلصتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وزي ما قلت لكم بين ريق وريق باخد سمنة من الصينية كده واحط شوية سمنة من على الوش. هسيبهم بقى ترتاح شوية. بعد ما العجينة بتاعي ارتاح، باخد ده اول فطيره كده زي ما انتوا شايفين، واحط معلقتين زبده من على الوش مع معلقه زبده على الصينيه، واقلبها كده على الجنبين. بصوا بسم الله ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله من غير ما تتقطع مني خالص.
ليه؟ عشان معجونة كويس جدا. وانتوا شفتوا يعني العجن عامل ازاي، والعجينة طالعة ملمسها ناعم وطري وحلو جدا. ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة، الله اكبر. بعد كده بقى بعد ما بفردها بجيب معلقتين زبدة كده اهوك، واروح حطاها في نص الفطيرة كده اهوك، واروح ايه موزعها، وابدا بقى اطنيها كده اهوك زي المنديل، واركز في الحروف. لو الحروف بتاعتي تخينة شوية بروح فرديها بايدي، وبين راق وراق بحط ايه سمنة زي ما انتوا شايفين كده اهوك. بجيب بقى صينية واروح دهنها قعرها سمنة، واروح حاطة فيها الفطيرة. ادي الفطيرة التانية برضو هعملها بنفس الطريقة. بصوا بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة. التمن فطاير اللي انا عملتهم فوق بعض واجي افردها كده هو كانهم رق واحد، ديك بتخلي الفطيره مورقه جدا، يعني بتخليها شفاف اصلا من جوه. وبين كل راق وراق سمنه، فلما بتيجي تسويها بتخلي طعمها حلو جدا، يعني السمنه بتبقى باينه فيها. هعملها برضو زي المنديل كده هوك، واروح ايه حطاها برضو في صينيه. يرتاح معايا العجين حوالي 10 دقايق كده وربع ساعه، اروح مولعه الفرن. يعني اولع الفرن ان هو يبقى سخن، لان الفطير بيستوي على درجة حرارة عالية. ببدأ افرد الفطير كده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله بيتفرد معايا بكل سهولة. مش معنى ان هو بيتفرد ان انا افردها قوي وارقق الفطيرة اعرف انها تطلع ناشفة منك. بفرد الفطير اللي هو السمك المظبوط، اللي هو لا رفيع قوي ولا سميكة قوي، عشان تطلع لك بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بسم الله ما شاء الله انا هنا هو كنت مولعه الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية، يعني من تحت درجة حرارة عالية ومن فوق مهدية حاجة بسيطة. لما استوى من تحت عليت من فوق. بصوا بسم الله ما شاء الله يطلع كده هوك سخن كده هوك، معلقة زبدة وحطيها على الوش، يعني هتاكلي شوية فطير ملهمش حل. وطلع بقى معايا الفطير طري وحلو جدا وقابب بسم الله ما شاء الله. دلوقتي برضو هقلبه واوريهولكوا برضو ايه من تحت عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني سخن جدا، وبصوا بصوا قعره زي وشه، يعني من فوق زي تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله، مش اللي هو بقى ايه متحمر قوي من تحت وكده. لو حمرتيه قوي من تحت هتبصي تلاقيه بينشف منك. اللون المظبوط اللي هو لونه يبقى ذهبي. بصوا زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا افتحه واوريهولكوا هو سخن، لان احنا بناكله وهو سخن، فمش هستنى ان هو ايه اللي يبرد عشان ان انا اوريهولكوا كده. وبصوا لو خدت بالكوا رقيق جدا. اهي بصوا الحته، بصوا القيقه ازاي عامله زي المنديل. الفطير ده بقى عاوز حته جبنه حادقه كده هوك او شويه عسل، وهتاكلي صوابعك وراه. دي كده بتكون وصفتي النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا على قلبكم.